لكن انه دائما احنا نقول شهر الطاعه والغفران هو شهر المحبه والتسامح. خلينا نشوف هذا التقرير اللي عدى لنا زميلنا مناف الموسوي حول هذا الموضوع، من بعد راجعين وياكم. أسباب عديدة تقف خلف التباعد بين الأصدقاء أو المشاكل العائلية أو الجفاء بين الزملاء في العمل، ولكن شهر رمضان المبارك يمنحنا فرصة وسببا قويا يذلل تلك المواقف السلبية وتجعلنا نرفع قيمة التسامح، إذ إن النصوص الدينية تشير إلى أن الصيام لا يقبل من اثنين متخاصمين بينهما عداوة وبغضاء حتى يسود التسامح بينهما. طبعا شهر رمضان المبارك هو ليس القصد منه هو الامتناع عن الأكل والشرب فقط. كثير من الناس ممتنعين عن الأكل والشرب قبل شهر رمضان. الغاية من الفلسفة هي طرح فلسفات الإسلام وعلى واقعها الاجتماعي، من ضمنها التسامح، من ضمنها الكرم، من ضمنها الشعور بالمقابل، من ضمنها المشاركة. فقضية التسامح هي القضية جدا مهمة، يجب الإنسان أن يتصالح على الأشياء البسيطة سواء كان مع أخيه، مع والدته، مع ابنه، مع جيرانه، مع حتى في بعض الأحيان المسؤولة داخل العمل. فإذا مرحلة التسامح أنا أشكرك على هذا السؤال هي يعتبر المحطة الرئيسية الأولى لفلسفة رمضان المبارك. المفروض هو المسامح كريم، يعني كل بني آدم خطاؤون، احنا ناس مو معصومين، يعني كل واحد هو يوقع بخطأ ويوقع بهذا، فمو معناته ابقى اني اصر على الخطأ واصر على كذا. انا ايش مهم يكون اسامحه، اذا انا اسامحه رب العالمين هم يسامحني. فكل احنا معرضين لهذا الشيء، خاصة هو شهر الخير وشهر البركة وشهر الرحمة. التسامح وأجواء الألفة والمحبة في الشهر الكريم تنعكس على البيئة الاجتماعية، فهي تدفع بالعمل أو العلاقات داخل الأسرة إلى الأمام بشكل إيجابي. ويشير باحثون اجتماعيون إلى أن الأشخاص الذين يرفضون الصفح والعفو قد يعتقدون أنهم يعاقبون غيرهم، ولكنهم الوحيدون الذين يدفعون الثمن في إشارة إلى ضعفهم، فالتسامح سمة الأقوياء. بحكم عملنا كباحثين اجتماعيين ونأمل أنه كل فرد إذا كان لديه خصومات مع زميله أو مع أقرانه أحاول أن يغض النظر عن هذا، وذلك لأنه تماشي مع مبادئ الدين الإسلامي أولا، وثانيا أنه حفاظا على العلاقات الاجتماعية وعدم نشوبها بحالة من الفوضى أو بحالة من النزاعات اللي تولد مشاعر الكره والحقد. هاي نحاول قدر الامكان انه تجنبها. التسامح ضروري خاصه بشهر رمضان، كون شهر رمضان يمتاز انه بالجو العائلي والجو الاخوي، يعني انت تشوفه دائما على مائده الطعام وغيرها، فاحب انه يكون الاخ يسامح اخوه والعائله فيما بينها، حتى الاصدقاء، لان هو عباره عن رمضان عباره عن شيء اجتماعي. وكذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم مهما كثير تعرض من الاخطار وكثير ما تعرض من الكيديات، لكن مع ذلك سامح ومشت الحياة، لأن هو هذا الإسلام سمح. هو صحيح اللي يسامح قوي، مو أي واحد يقدر يسامح، يعني مرات نحتاج قوة، نحتاج إيمان برب العالمين أكبر حتى نقدر نسامح، ومرات لا، كبرياء وعزة نفس تمنعنا من هذا الشيء. وتشير دراسات علمية إلى أن التسامح له علاقة بصحة الإنسان، فعدم الصفح يرهق الجهاز العضلي نتيجة التوتر المستمر، ويزيد من نسبة الإصابة بالصداع وآلام المفاصل والدوار، إضافة إلى الإحساس بالتعب والإرهاق وفقدان التوازن. مناف الموسوي، العراقية، بغداد. شكرا لزميل مناف الموسوي على هذا التقرير. وخلي ننطلق من هذا المبدأ أنه مبدأ المحبة والتسامح يكون هو أساس مهم بحياتنا، حال الطقوس اليومية اللي نمارسها. إذا الإنسان تحلى بالمحبة بداخله أكيد راح يوصل لكل طموحاته وراح يكون بطاقة إيجابية، بالإضافة إلى أنه الناس راح تحبه، لأنه ما راح تحصلون شيء صدقوني من البغض والحقد والضغينة وهذه الأمور اللي تعودوا يمكن كثير من الآونة الأخيرة واحد يسلف الموبايل ويصور الشغلات. ميلاد وين راح تاخذينه؟ محور حلقتنا لهذا اليوم